ما تيجوا النهارده نعمل عجينة الطعمية بشفشق الخلاط للناس اللي ما عندهمش كبة، من وهنعملها غير ما في تفرط منك في 5 دقايق الزيت ولا بس، تتفتفت ولا اي وأنجح حاجه، عجينة كلها تركات معاكي بسيطه. تابع الفيديو على للنهايه الإطلاق. وان شاء الله تعجبك. وكمان اوعي تنسيني، لو الفيديو عجبك حطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه. هنسمي بالله. ومعايا نص كيلو من الفول المدشوش، هتنقعيه لغايه ما الحبايه تطري منك بالمنظر ده عشان ما تبوظيش الخلاط. ومعايا حزمه من الكرات، ومعايا بصلايه حمرا بيضه مش هتفرق، ومعايا راس من الثوم. وبس على كده، مش محتاجه منك اكتر من كده. هتجيبي لي في الخلاط وما تنزليش بكميه كبيره، يعني حاولي الكميه كده تنزلي بيها على مرتين ثلاثه. وهتحطي كده مكوناتك، وهتجيبي لي كوبايه ميه، كوبايه ممكن من كوبايه لكوبايه ونص على حسب ما الخلاط يمشي معاكي. لو حطيتي كوبايه ميه ولقيت الخلاط تقيل معاكي شويه كترتي الكميه، ممكن تنزلي بنص كوبايه عادي جدا، ما فيش اي مشكله من الميه اللي هنضيفها. دلوقتي هوريكي هنعمل فيها ايه. بس وانت شغاله كده هتجيبي لي طبق ومصفى، ويا ريت مصفى تكون ضيقه، ما تجيبيش مصفى واسعه علشان ما تنزلش منك الطعميه او الفلافل. المهم هتبقى كده تحسيها سايله من بعضها عشان لسه فيها نسبه الميه كتير اللي احنا زودناها. فحضرتك هتجيبي لي مصفى تكون ضيقه كده، ضيقه على قد ما تقدري، وتجيبي لي تحتها طبق وتديها كده تقليبه. هتلاقي اول ما مجرد ما بتنزلي بالطعميه في قلب المصفى هتلاقي الميه الزياده كلها بتنزل. ما تخافيش، ما دام المصفى ضيقه مش هتنزل منك طعميه خالص. الميه اللي هتصفى منك دي هتاخديها ما تسيبهاش، هي اللي هنزود بيها بقيه الكميه. بس تديها تقريبا كده، مجرد ما بتحركيها كده بتبتدي تصفي كل السوائل اللي فيها. اللي بقى اقول لك سر المطاعم، حضرتك بقى لو تجيبي المحل الفول والطعميه بتشوفي كده ايه، ايد كده كف ماسك وبيقعد يلف، دي نسبه الهواء اللي بيدخلها للعجين. هو مش بيطحنها قد ما هو خلاص اتطحنت، يعني ممكن تطحن ويكتفي كده، لا ده هو بتفضل شغاله. وكل ما العجينه بتاعتهم خبطتين كده بالمضرب بسلك هترجع تاني هشه وجميله جدا. تعالوا بقى نحضر مع بعض واوريكم بعملها ازاي. هي بيضايه واحده اضربها ومعاها قرن فلفل مشطشط كده يديها طعم حلو، واديها تقليبه وشويه كزبره ومش اكتر من كده. انا طبعا مملحاها حاطه لها الملح وشويه زيت. انا ما كترتش الزيت بصراحه، ما بحبش استخدم زيت كتير، وبحب احط في طاسه صغيره بحيث ان انا كميه الزيت تبقى قليله. وهتبتدي تحطي، انا بحط بالمعلقه كده، اسهل واسرع طريقه عشان تشكلي بيها الطعميه. الزيت ما يكونش مغلي سخن جدا وما يكونش بارد، يعني الزيت مايل للسخونه كده، وتحطي طعميه. وبعد كده هتبتدي تاخد وش اللون اللي انت عايزاه من الوش ده، تبتدي تقلبيها على الوش التاني. هتطلع معاكي حباها بقى مقرمشه منفيا، وبالف هنا وشفا للي يجربها. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله ودمتم في رعايه الله.